تجربة أيوب كانت صعبة جدا 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 جدا. ياخد كل ممتلكاته، ياخد كل ولاده، ياخد صحته. تجربة صعبة جدا جدا جدا. طب يعني ايه بقى؟ يا رب طب ممكن من أول مرة وخلاص يعني. طب كان ولد واحد، طب كان ربع فلوسه، طب نص فلوسه، طب 3/4 فلوسه، طب بلاش صحته. اصبروا بس أيوب ده لغاية النهاردة بنقول كل واحد يقول لك ايه انت عليك صبر ايه؟ أيوب. اسم أيوب لغاية دلوقتي مكرم في الكتاب المقدس. يا ترى هتثبت فيا ولا هتتمرد عليا؟ أخر عليه قوي 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 ربنا، وتدخل الله معه يمكن بعد الهزيع الرابع. حاجات كتيرة ضاعت منه، لكن ربنا عوضه كل ما فقده أيوب من أولاد ومن مال. انتظر أيوب الرب، فربنا اداله اللي هو عايزه، وصار أيوب هو رمز للصبر، رمز للصبر، لأنه انتصر ربنا ما تمردش عليه. أما أنطونيوس تحارب كتير من الشياطين. بعد حروبه الكتيرة دي بيقول له ربنا، بيقول له إلى متى تتركني يا رب في تجاربي، وإلى متى لا تضع حدا لآلامي؟ يقول كده تراءى الله له وقال له أنا كنت معك في حربك، أنا مش سايبك، ما سبتكش في حربك أبدا، ولأنك حاربت وثابرت ولم تكل فأستجعلك نور لهذه البرية. آخرة حروبه دي لغاية النهاردة أنبا أنطونيوس هو أب رهبان جميع العالم، وأصبح نور لكل البرية في كل العالم. طب اديته إمتى النعمة دي يا رب؟ في الآخر خالص، في الآخر. سبتني في الآلام وسبتني في التجارب دي كلها عشان أطلع أنبا أنطونيوس، عشان أطلع أنبا أنطونيوس. هو ده ربنا. طب يا رب ده أنا بصوم وبصلي وخرجت مخصوص عشانك، يعني ليه الشياطين تيجي تحاربني وليه تتعبني؟ كل الحروب دي عشان تاخد قوة.